مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الوزراء يشكر الشعب والسياسيين على مواقفهم المساندة لجهوده. الحكومة الفيدرالية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري. وزارة الخارجية والتعاون الدولي تودع سفير الصين لدى البلاد بمناسبة انتهاء فترة مهامه. قائد الشرطة الوطنية يجتمع مع المبعوث الأفريقي لدى البلاد لبحث ملف أمن الانتخابات. وفي أخبار العالم، الرئيس الأذربيجاني يبحث مع نظيره البيلاروسي الأوضاع في البلدين. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. شكر دولة رئيس الوزراء سيد محمد حسين روبلي الشعب والسياسيين بمن فيهم اتحاد المرشحين للرئاسة على مواقفهم المساندة لجهوده الدؤوبة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول كيفية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ودخل مؤتمر المجلس الوطني التشاوري حول الانتخابات برئاسة دولة رئيس الوزراء يومه الثاني على التوالي، وبحضور رؤساء الولايات الأعضاء ومحافظ إقليم بنادر. وقال دولة رئيس الوزراء إن من المهم التركيز على التسوية والتراضي والأخوة من أجل إعطاء الأولوية لسلامة الشعب والوطن، حيث يتحقق الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت المناسب. وكان بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية رحب بالمؤتمر الوطني التشاوري حول عملية الانتخابات الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بالعاصمة مقديشو. وفي سياق منفصل، اجتمع قائد الشرطة الوطنية اللواء عبد حسن محمد حجار مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي في الصومال السفير فرانسيسكو ماديرا. وخلال الاجتماع بحث قائد الشرطة مع السفير ماديرا عدد من الملفات المهمة، أبرزها ملف أمن العملية الانتخابية. أدانت الحكومة الفيدرالية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة. وقال بيان صادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي: تدين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة بغارات جوية في 17 مايو آيار، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بمستشفى حمد بن خليفة للأطراف الصناعية والتأهيل. وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية تعتبر هذه الخطوة غير مبررة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقيم الأخلاقية والإنسانية. نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس السبت في العاصمة مقديشو حفل توديع لسفير الصين لدى البلاد سعادة خين جيان، وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهامه. وخلال المناسبة ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي معالي بلال محمد عثمان الدور العظيم الذي لعبه سفير الصيني خلال سنوات عمله بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث ساهم بشكل كبير في توطيد علاقات الصداقة المتينة بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه قدم سفير خين جيان شكره وتقديره لجمهورية الصومال على ما أيدته من الدعم والتعاون من قبل المسؤولين الصوماليين. وفي الختام منح وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الصيني هدية تذكارية بهذه المناسبة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية. الخبر الأخير مشاهدينا الكرام، تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف اتصالا من رئيس جمهورية بيلاروسيا الإسكندر لوكاشينو أمس السبت. وقالت وكالة الأنباء الأذرية إن رئيسي الدولتين بحثا الأوضاع في البلدين وتبادل الآراء حول المسائل الملحة. وأشار الرئيسان بامتنان إلى زيادة تبادل التجاري بين البلدين ووجود إمكانات كبيرة من أجل تنمية العلاقات الثنائية. وأحاط الرئيس الأذربيجاني نظيره البيلاروسي علما بالأوضاع الراهنة على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، ناقلا موقف أذربيجان من الأحداث التي وقعت مؤخرا. وذكر الرئيس البيلاروسي أن بلاده تأمل في تسوية هذه الأوضاع قريبا.
وفيما يخص جدول أعمال العلاقات الثنائية البيلاروسية الأذربيجانية، بحث رئيسا الدولتين أوجه التعاون وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس بيلاروسيا لأذربيجان. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فرح. أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.